بدون اي مقدمات، اجهزه الاستيراد واحده من اكتر النقاشات المثيره للجدل في مجتمع مستخدمين البي سي سواء للالعاب او للشغل. في الفيديو ده ان شاء الله هكلمك عن واحده من اقوى الورك ستيشنز الاستيراد اللي انت تقدر تشتريها بعد تجربه سنتين كاملين من الشغل وصناعه المحتوى والهارد كور جيمنج. عملت عليها اكتر من 200 فيديو، لعبت عليها اكتر من 50 لعبه اونلاين واوفلاين، واسست عليها اكتر من 50 موقع نسبه لشغلي كمصمم مواقع. والورك ستيشن دي هي اتش بي زد 4 جي 4. هكلمك عن كل امكانياتها اللي جت بيها، وهكلمك عن الابجريدز اللي انا عملتها. في اخر الفيديو ان شاء الله هقول لك هل بنصح ان انت تشتريها في 2025 ولا لا، ولو هتشتريها ايه افضل المكونات اللي انت تقدر تحطها في الورك ستيشن بتاعتك عشان تحصل افضل اداء بناء على استخدامك سواء كان للالعاب او للشغل او لصناعه المحتوى. انا دوتز ليجند، وده فيديو من سلسله فيديوهات تيك ليجند. كمل معايا الفيديو لحد الاخر. في البداية حابب اخد رأيكم في حاجة، عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين تشوفوا نوعية المحتوى التقني على قناتي دوتز ليجند، ولا بتقترحوا عليا ان انا اعمل قناة جديدة متعلقة بس بالتقنيات، انقل فيها البلاي ليست بتاعة تيك ليجند ويكون فيها كل ما يتعلق بالتقنيات عشان الناس الجيمرز ما تزهقش من التقنيات والناس التقنية ما تزهقش من الكلام عن محتوى الجيمنج. رأيك يهمني جدا في الموضوع ده. زي ما انتم شايفين انا عملت قناة اوريدي باسم تيك كير ليجند. لو موافق على فصل المحتوى التقني في القناة التانية واخلي القناة دي بس للالعاب، اكتب لي تيك كير 01 في الكومنتات، ومشكور لدعمك واشتراكك في القناه الجديده مقدما يا زوم. اول حاجه خلينا ندي تعريف بسيط عن اجهزه الاستيراد. اجهزه الاستيراد ببساطه يا جماعه بتكون اجهزه من شركات كبيره جدا زي اتش بي وديل ولينوفو، ولكن الفكره ان هي بتجيلنا مصر هنا بعد استخدام يمتد ما بين 2 ل3 سنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في شركات كبيره بيكون فيها مكاتب كتيره وبتحتاج لاعمال مكتبيه، والشركات دي بيكون فيها شيفتات كتير. الورك ستيشنز او الاجهزه الاستيراد بالمسمى المصري بتكون افضل اختيار ليهم لاسباب متعدده، وهي ان الورك ستيشن بتقوم على معماريه قويه جدا بتاهلها ان هي تشتغل 24 ساعه بدون ما تتعب، وده طبعا بحسب الاستخدام اللي انت هتستخدم فيه الورك ستيشن بتاعتك. بعد استخدام مدته ما بين سنه ل3 سنين بيبتدوا ان هم يعملوا اعاده بيع للاجهزه دي، فالاجهزه دي بينزل لنا منها في مصر، واعتقد بيروح لدول تانية برضو. والتجار ببساطه بيعملوا تشيك او فحص عام على الاجهزه، بيشوفوا ايه القطع اللي حالتها كويسه ومتناسبه او متناسقه مع بعضها، ويبتدوا ان هم يجمعوا من الاجهزه الكتير دي عدد معين من الاجهزه، هو ده اللي بيقدروا ان هم يبيعوه. فبما ان فيديو النهارده انا بعمله عن الورك ستيشن بتاعتي الاتش بي زد 4 جي 4، خليني اكلمك عن المواصفات بتاعتها. اول حاجه طبعا بما ان الكيس اتش بي، فالمذر بورد بتكون اتش بي، بيجي معاها انتجريتد بي اس يو او باور سبلاي مودمج 750 واط. وفي حاله الورك ستيشن بتاعتي لما اشتريتها كان معاها معالج زيون دبليو 2123، وده المعالج اللي صدر مع الكيس في نفس سنه اصدارها وهي سنه 2017. المعالج بيجي ب4 كورز و8 ثريدز. البيزك كلوكينج بتاعه بيكون 3.60 او 3.60 جيجا هرتز، والماكس تيربو كلوكينج بتاعها بيكون 3.90، والال 3 كاش بتاعها بيكون 8.25. مع الورك ستيشن جبت رامات 32 دي دي ار 4، هارد اس اس دي 256، وهارد اتش دي دي 1 تيرا، وكان جاي لي معاها جي بي يو او كارت شاشه انفيديا جي تي اكس 1660 سوبر. بالمناسبه يا زملاء، لو بتواجه مشكله مع اختصارات محتويات الكمبيوتر بشكل عام، الجي بي يو والبي اس بي والبي اس يو والحاجات دي، هسيب لك لينك فوق هنا بتكلم فيه عن كل محتويات الكمبيوتر بكل اختصاراتها. طيب نخش بقى على الاداء. اول حاجه انا اشتريت الجهاز ده في اخر 2023، يعني كان اوريدي عدى 6 سنين عن اصداره، وكان التارجت الاساسي بالنسبه لي وقتها هو الريندرنج وال3 دي. وقت ما جبت الورك ستيشن طبعا دي كانت قفزه كبيره بالنسبه لي، لاني كنت بشتغل على اللابتوب اللي هو ورايا ده. اللابتوب ده كور اي 7 جيل 8، وده ما كانش كفايه خالص لصناعه ال3 دي بشكل عام، ولذلك انا شعرت بفرق كويس جدا لما جبت الورك ستيشن عن استخدامي لللابتوب. زي ما قلنا ان الورك ستيشن بتكون المعماريه بتاعتها قويه، وبتكون اصلا مصممه لاجل صناعه المحتوى، او ده اللي انا كنت بامله وقت ما اشتريت الكيس. لحد ما جيت في وقت كده من حوالي سنه فكرت ان انا عايز ابقى صانع محتوى العاب وتقنيات، فقلت ليه ما احولش الورك ستيشن بتاعتي لبلاي ستيشن او جهاز اقدر ان انا العب عليه مختلف الالعاب سواء اونلاين او تريبل اي جيمز. وفعلا عملت كده، ودخلت ظبطت السيت اب ان انا انزل ستيم وايبك جيمز وجوج جالكسي واكس بوكس جيم باس وكل الابلكيشنز او كل المنصات اللي انا اقدر العب عليها، وابتديت ان انا العب بالكارت الشاشه ال 1660 سوبر اللي عندي. وفي الاول ما واجهتش اي مشاكل، بعد شويه وقت حسيت ان الكارت الشاشه مش مديني افضل اداء، وان كل برامج صناعه المحتوى بتنصح بكارت شاشه يكون ار تي اكس عشان يديلك الاداء او البرفورمانس القوي نسبه للالعاب ولصناعه المحتوى كمان. وبعد مباحثات كتير جبت ال 3060 12 جيجا وعملت عنه فيديو برضه هسيب لك اللينك بتاعه فوق، لان كان في ساعتها مقارنه قويه جدا ما بين ال 4060 ال 8 جيجا
جيجا وال 3060 ال 12 جيجا اللي انا جبته. وهنا الكارت فرق معايا جدا في الاداء سواء لصناعه المحتوى او للالعاب، خصوصا لما جبت شاشه 2K، مع العلم ان ال 3060 موجه اكتر لل 1080 ولكنه ستيل بيديك تجربه سوليد على ال 2K او ال 1440. وبصراحه جربت العاب كتير، يمكن اكتر من 50 لعبه في تاريخ القناه، نادرا جدا لما تكون في لعبه تقيله في اللود بتاعها على الجهاز. ولكن مع الوقت وكتر البروجكتات، خصوصا لو في بروجكت فيه لايرز كتير، وخصوصا لما جربت اعمل بروجكت على افتر افكتس، لقيت ان الجهاز عندي بيكراش كتير جدا بصراحه. اوقات بكون شغال على بريمير برو ببروجكت عادي مش معدي ال 3 4 لايرات، ولا ان الجهاز بيديني نوت ريسبوندنج واضطر ان انا اقفل البرنامج سواء ان انا كنت عامل سيف او لا. وفي بعض الالعاب زي هوجرتس ليجاسي مثلا كان الجهاز بياخد وقت طويل جدا جدا عشان يعمل البري شيدرز، فكان الموضوع مستفز بالنسبه لي بصراحه. وانا اكتشفت المشكله، الموضوع عندي كان في البروسيسور الزيون W2123، لان ببساطه شديده وزي ما قلنا قبل كده اداء الالعاب بيعتمد على اداء السنجل كور. بما ان البروسيسور اللي عندي اداؤه ضعيف كسنجل كور، ده ما كانش افضل حاجه يتلعب عليها، على الرغم من انه مديني اداء كويس جدا طول الفتره اللي فاتت. وبصراحه كشخص مش بيهتم ان هو يحصل افضل اداء في العالم للالعاب، انا يكفيني بس ان انا باخد FPS مستقره والوان كويسه وواضحه، فكان ولا يزال اداء الالعاب لحد النهارده مفيد جدا بالنسبه لي. بعد شويه هعمل لكم اختبارات للالعاب وهوريكم شكل الالعاب. زي ما قلت لك قبل كده في فيديوهات كتير عن اكتر من 40 او 50 لعبه اتعملت على مدار السنه اللي فاتت، تقدر تدخل تشوفها على القناه عندي. مع العلم ان الفيديوهات اللي فيها تصوير زي الفيديو ده مثلا انا بعمل له ابلود على 4K، ولكن زي ما قلت لك انت بتواجه مشكله السرعه في الريندر لان المعالج ضعيف، حتى مع وجود كارت شاشه 3060 اللي بيشتغل بالجي دي دي ار 6، وحتى مع وجود الرامات ال 32 الدي دي ار 4. طب واحد يجي يقول لي ما انا دلوقتي مش فاهمك، يعني احنا دلوقتي اداء كويس ولا مش كويس؟ وهل انت بتنصح بالكيس دي ان احنا نجيبها في 2025 ولا لا؟ السؤال ده اجابته تعتمد على حسب احتياجك، ولكن عشان الرسول عليه الصلاه والسلام قال حب لاخيك ما تحب لنفسك، فنصيحتي ليك ما تشتريش الجهاز ده في 2025، لان بكل بساطه يا زوم الاول اصدار للاتش بي زد 4 جي 4 كانت في 2017، فمبدئيا عدى 8 سنين عن اصدار الجهاز والمعماريه بتاعته والمواصفات بتاعته. وزي ما قلت لك البروسيسور ضعيف، بس هنا في ميزه حلوه قوي بقى، ان المذر بورد بتاعه الاتش بي زد 4 جي 4 ابجريدبل، تقدر تابجريد للجنريشن الثانيه بتاعه البروسيسورز الزيون. ايه الفئه الثانيه او ايه الجيل الثاني اللي انت بتحكي عنه؟ احب اقول لك يا زمل ان في وقت اصدار الزد 4 جي 4 كان نازل معاها جنريشن او جيل من اجيال المعالجات اسمه 2100. بعدها بسنتين او في اخر 2019 نزلت فئه او جيل جديد من البروسيسورز بكود 2200، والكود ده مهم جدا وركز معايا كويس جدا، عشان لو لقيت ان انت الحل الوحيد بالنسبه لك وبالنسبه للبادجت بتاعتك ان انت تجيب ورك ستيشن اتش بي زد 4 جي 4، المواصفات اللي انا هقولها لك دلوقتي اهم حاجه تقدر تاخد بالك منها عشان تحصل افضل اداء، واداء حتى افضل من الورك ستيشن اللي عندي. في معالج اسمه زيون W2245، المعالج ده بيديك تقريبا ضعف الاداء بتاع ال 2123 اللي عندي، لان اول حاجه هو فيه 8 كورز و16 ثريدز، يعني 8 نواه و16 ثريد، والبيزك كلوكينج بتاعه بيكون 3.90 او 3.90 بدل ال 3.60، والماكس تيربو كلوك بتاعه بيكون 4.70 بدل ال 3.90، والال 3 كاش بتاعه بيكون 16.50 بدل من 8.25 اللي في ال 2123. ودي طبعا معلومات انا ما كنتش اعرفها وقتها، وكنت اتمنى حد يعمل لي فيديو لطيف كده يشرح لي فيه الموضوع باختصار زي ما انا بحاول اوصله في الفيديو ده. عشان كده من الحاجات المهمه جدا اللي انت هتحتاج تختارها من مواصفات الجهاز لو فكرت تشتري الاتش بي زد 4 جي 4 في 2025، اول حاجه هقول لك في اختيارك للبروسيسور عندك 3 بروسيسورز 2235 2245 2255. هسيب لكم دلوقتي المواصفات بتاعتها على الشاشه عشان تقدروا تشوفوها وتعرفوا الفرق ما بين الثلاث معالجات. نصيحتي المتواضعه ال 2245 هيكون قيمه مقابل سعر، وهيديك التوازن ما بين صناعه المحتوى والجيمنج نسبه للورك ستيشن دي، لان المعالج ال 2245 مبني بمعماريه اسمها كاسكيد ليك، ودي المعماريه اللي قلنا عليها طوروها في سنه 2019 عن المعماريه القديمه بتاعه فئه ال 2100 اللي هي اسمها سكاي ليك. نصيحه مهمه جدا، اشتري نتوركينج انترفيس او كارت شبكه ال 10 جيجا بت بير سكند، ويكون في ايثرنت تي سي اي اي عشان تقدر ان انت تستعمل عليها كابل قوي زي الكابلات الكات 6 اي او كات 6 اي. كارت الشاشه انصحك ما بين ال 3060 وال 4060. وهقول لك حاجه مهمه كمان، خلي بالك كويس جدا من التبريد اللي انت هتعمله للكيس، لان الورك ستيشن بتسخن جدا. انا في الشتاء ببقى قاعد حران وممكن اشغل التكييف بسبب الحراره اللي بتطلع من الورك ستيشن عندي، حتى بعد الحمد لله ما عملت السيت اب الجديده ووسعت شويه في الاوضه ستيل بيجي فيها حراره مش طبيعيه، خصوصا لو بتلعب. ممكن يكون ده متعلق باداء المعالج اللي عندي، لان زي ما قلت لكم المعالج اللي عندي ال 2123 مش اقوى حاجه، ولكن برضو خد بالك من النقطه دي. دلوقتي هوريك اداء الجهاز على الالعاب اللي عندي حاليا، لو عايز تشوف اداء اكتر من كده هتلاقي في
فيديوهات كتير زي ما قلت لك على القناه تقدر تشوف فيها الاداء كفاينل ريندر لفيديو نزل على اليوتيوب بكواليتي 2K او 4K في بعض الاحوال، وهوريك الاف بي اس واستهلاك الطاقه وكل حاجه في الفيديو دلوقتي. اول حاجه هكلمكم عن جي تي اي اونلاين. في جي تي اي اونلاين كنت بحصل ما بين ال 40 ل 60 فريم، اوقات بتجيب اعلى واوقات بتجيب اقل، وللاسف الانفيديا اوفرلاي مش بيتعمل له ريكورد مع السكرين ريكوردنج فمش هقدر اوريكم الاحصائيات دي، ولكن بصراحه الاداء كان مستقر نوعا ما، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان انا مش بهتم ان انا احصل افضل اداء في العالم في الالعاب، يكفيني بس ان انا يكون عندي صوره كويسه وواضحه والالوان تكون الساتوريشن او السطوع بتاعها كويس، وده بيكون كفايه ان انا ادي في الجيم بلاي اللي انا داخل العبه. لكن كمراجعه تقنيه لازم تفهم ان دي مش ارقام كويسه خالص لجهاز انت عايز تبدا تشتريه في 2025. اللعبه اللي بعد كده هتكون سايبر بانك. في سايبر بانك كنت بحصل ما بين ال 24 ل 40 فريم، وكان ممكن احصل حاجه و50 فريم في حاله ان انا رفعت الاعدادات لاقصى حاجه، وده نوعا ما كان بيرخم عليا الجيم بلاي، لان زي ما انتم كلكم عارفين سايبر بانك من الالعاب اللي بتحتاج فريم ريت عالي عشان تقدر ان انت تأدي فيها كويس. كنت بحس بجلitch كده في بعض الاحوال والموضوع ما كانش افضل حاجه بصراحه، واعتقد ان الموضوع يرجع للمعالج زي ما اتكلمنا من شويه، ولكن ده ما منعنيش يا زمل ان انا استمتع باللعبه، لان في كل الاحوال احنا بنبقى عايزين نلعب مش نحصل ملايين الفريمات يعني، ولو ناقصكم شويه فريمات على راي سنكرة عندكم مزود الفريمات تحت اهو. اخر لعبه معانا هتكون كول اوف ديوتي بلاك اوبس 6، وانا بقول لكم اخر لعبه لاني للاسف ما عنديش العاب تانية على الجهاز في الوقت الحالي، لاني بصراحه باذن الله منتظر في اليومين اللي جايين دول هجيب التجميعه الجديده بتاعتي، فمنتظر ان انا اخد اداء كويس للالعاب. بصراحه اكتفيت من الاداء المحدود والفريمات القليله. في كول اوف ديوتي زي ما انتم شايفين في المنيو من بره كنت بحصل من 100 ل 120 فريم، وتشيز حاجه تحس ان هي لطيفه جدا نسبه لاني بلعب 2K، ولكن جوه في الجيم ما كنتش بحصل اكتر من 40 فريم يا زمل. تخيل تبقى بتلعب كومبيتيتيف جيم بلاك اوبس 6 فيها عيال لعيبه فوق ما انتم متخيلين، وتبقى بتلعب على 40 فريم، صباح الزفلطه. بس الحمد لله برغم ان الفريمات قليله ستيل كنت بشقي العيال في الجيم يا زمل. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات عن الفيديو، وانا عندي جهاز استيراد تاني اللي هو الزد 440 تجميعه اخويا موجوده قدامي اهي، هستناكم برده تكتبوا لي في الكومنتات لو حبيتوا ان انا اعمل لكم عنها فيديو مماثل زي الفيديو ده اشرح لكم عن ال 440 بكل تفاصيلها واوريكم عليها اداء الالعاب والشغل وكل حاجه. شكرا لوقتكم، كان معاكم دودز ليجند، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.